السلام عليكم، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الا كان عندك مشكل مع الدجاج ما كيجيكش بنين ولا ما كيجيش فتي او لا كتجي فيه شي ريحه اللي هي ما زويناش او لا زفر، ان شاء الله بعد هذا الفيديو ما غتبقيش تلقاي مشكل نهائيا مع الدجاج. غادي تقدمي لعائلتك والضيف ديالك بوجهك حمر. كيجي فيه واحد الريحه وواحد النسمه غزاله، كيجي كيدوب في الفم فتي زبده، وفي نفس الوقت كيجي بنين واحد البنة فيه ما تشبعوش منها. اي شهيوة وجدتيها بالدجاج غادي تولي تحماقي عليها لا انت ولا عائلتك. كل شيء غيطلب منك السر وهو ساهل وبسيط، يعني شي حاجة اللي هي ساهلة، غير الطرق اللي غتعتمديها كيفاش تقطعي الدجاج كيفاش تغسليه. وفي نفس الوقت الا بغيتي تشرمليه بطريقة يعني ساهلة، داكشي بلا تعقيدات بلا والو، وغادي يعطي واحد الفرق كبير في الشهيوات اللي كتوجدي. اي حاجه وجدتيها بالدجاج غتولي تجيك بنينه مريقه، ولا ابسط حاجه اللي تقدري توجديها بالدجاج كتجي فيها واحد الريحه وواحد النسمه وواحد اللذه. وغادي تلاحظي الفرق حتى قبل ما طيبي الدجاج، يعني غير غتغسليه غتشمي فيه واحد الريحه اللي غزاله، وغتعرفي بلي كاين الفرق. بسم الله.